بما انه نحن بموسم التفريزات وبموسم الموني، حبيت شارك معكم فيديو السبانغ اليوم بطريقتي. اكيد الطريقة اغلب الناس بتستخدمها، بس حبيت تفيد المبتدئين فيها. وقبل ما ابدا بالفيديو، حابة رحب بكل حدا جديد انضم للقناة او على صفحتي على الفيسبوك. بقول لكم 100 اهلا وسهلا فيكم، نورتوني. ويلا نبلش الفيديو. انا الكمية اللي عندي اياها هون 4 كيلو. راح اخذ كم الورق واغسلهم وخليهم شوي يصفوا. بعدها رح ارتب الورق بالطريقة اللي عم تشوفوها قدامكم. هاي الطريقة بس مشان تسهل علي عملية الفرم. بالنسبة للتقطيع هون عندكم، أنا رح أزيل الأعواد منها ورح أبلش بتقطيعها لقطع كبيرة. هلا كتير من الناس بيحبوا شوي يخلوا من الأعواد، هذا الشي بيرجع لإلكم. بالنسبة للحجم اللي قطع ليش كبيرة، لأنه رح تدبل معنا أثناء الطهي وأثناء هلا عملية التفريز. لهيك بنخليها شوي معنا حبتها كبيرة مشان قد ما دبلت تضل ظاهرة معنا. رح أتابع الكمية بالكامل معكم بالفيديو. بعدها بنتقل لعملية الغسيل رح أغسلها من 4 ل5 مرات. أكيد السبانخ كلياتنا المواد يعني الخضروات اللي بنستخدمها كلياتها بيكون فيها أتربة، لهيك يعني بنحاول إنه نغسلها من 4 ل5 مرات. بنفضي المي وبنصفيها، بنرد بنفضي وبنصفيها بنفس الخطوات حسب النظافة اللي السبانخ اللي بتكون موجودة عندكم، بس هي أفضل طريقة. وبعد ما بكون غاسلته من 4 ل5 مرات رح أتركهم منقوعين بالمي لحوالي 10 دقايق. وبعدها بدي انتقل لمرحلة التصفاي. بالنسبة للتصفاي مثل ما عم تشوفوا أنا رح أرفعهم رفع للسبانخ بدون تصفاي بالمي، يعني بإيدينا رح ننهض النهض. الرواسب الأتربة إجباري رح ترسى معنا قد ما كنا غاسلين، رح يرسي معنا للأسفل، لهيك بتكون هاي الطريقة الأفضل. بهاي الفترة أنا هون رح أكون محضرة مي. المي أول ما بتغلي رح أقوم بتنزيل السبانخ بدون ما أضيف أي إضافات، مجرد بس مي سخنة بغليها على النار، وببلش هيك بنزل السبانخ مثل ما عم تشوفوا قدامكم، وبكبسهم بقلب بالمعلقة. وطبعا أنا هون نزلت السبانخ على مراحل، يفضل إنه ننزلهم على مراحل بيكون أفضل. بتركن 5 دقايق بالمي يغلوا، وبعدين بقوم تصفيتهم. بس للتوضيح صبايا، اللي قصدته أنا بتنزيلهم على مراحل يعني بنحط الكمية، بنكبسهم بالمعلقة، بنرجع نحط الكمية فوقهم كمان بنكبسهم بالمعلقة لحتى تنحط معنا الكمية الكاملة. بنتركهم 5 دقايق وبعدين بنبلش بالتصفية. وبعد ما بشيل الكمية بالكامل رح أنقلهم بشكل مباشر على المي الباردة. هون المي الباردة مباشرة، فينا كمان نكون حاطين زبدية جنبنا مباشرة ننزلهم فيهم. المي الباردة بتحافظ على لون السبانخ يضل معنا أخضر، ولو بقي معكم سنة بالثلاجة رح يضل محافظ على لونه. وهلأ رح انتقل لمرحلة العصر. هاي المرحلة كتير مهمة، بتمنى انكم تنتبهوا لها، لانه اذا ضل معنا السبانغ فيه رطوبة او مي رح يعطينا طعمة او مطة بقلب السبانغ. لهيك بنحاول نعصر السبانغ بشكل كامل، نتأكد انه خلص من المي، وبعدين نحطهم على مصفى ونتركهم. وهاي الكمية بعد العصر بالكامل، الكمية اللي استخدمتها صح صغيرة بس مشان التصوير. أنا بفرز من 10 ل15 كيلو، حوالي ال6 أكياس بنفس الحجم هلأ اللي رح تشوفوه. هلا هون رح انتقل لعملية الحفظ بأكياس الموني أو الضغط. رح أخذ كمية قليلة. أنا الكمية اللي بحطها كمية صغيرة، بفضل إنه بهاي الطريقة صبايا مشان لو نحتاج مثلا كمية صغيرة يعني ما ناخذ كمية نفتح الكيس ونرد نرجع نتلجه، لا هيك أفضل. بعد ما نوضع بالأكياس مثل ما عم تشوفوا أنا عم أفردهم بإيدي. بحاول إني أوزع السبانغ بشكل متساوي مع بعضه، وفرفد الورق عن بعضهم. وبعدين بدي أحاول إني أسحب الهواء بشكل كامل منهم. بنتبه لهاي الخطوة كمان صبايا، انتبهوا لها.
وبعدين بضغطهم بلفهم بالطريقة اللي شفتوها، وبعد ما بلفهم أنا بحط لهم لزق أو ممكن أربطهم ربط. وفي أكياس بيجوا هني إلهم مثل سحابات الضغط، كمان فيكم تستخدمون، هدول بيكونوا أفضل. ولهون بنيجي لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. ولو كنتوا لأول مرة بتتابعوني على صفحتي أو على قناتي، بتمنى أنكم تشتركوا وتدعموا القناة وتدعموا الفيديو لحتى ينتشر. وأنا رح أترك لكم فيديو فطاير السبانغ بأسفل التعليقات، بتمنى يعجبكم.